أهلا فيكم حبايبي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا شوف نفسك وتخيل ثاني والناس ثانيين على قناة أصداف. اليوم إن شاء الله تكون لقاءاتنا حلوة وتعجبكم وحتستانسوا، بس أنتم خلوكم معنا لا تروحوا بعيد. إلى أول اللقاءات تعالوا معنا خلونا نشوف مين حنصيد. يا أخي الناس اللي جالسين جوا في المعرض نفسي أهجم عليهم، ندخل نروح أحس واحد من خلف الشاشة يقول لي روح، خلاص بروح تعال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، مساك الله بالخير يا الحبيب. الله بالنور والسرور ان شاء الله. كيف حالك؟ عساك طيب؟ يعافيك الله يسلمك. نتعرف عليك يا ذيب. معك الوكيل رقيبي حالتين. والله والنعم. منشآت. والله والنعم يا حياك. أنا معي سؤال بسيط يا عم يحيى، سؤال مرة بسيط، أبغاك تيجي بجنبي بس وتتخيل معي، عيش الجو، تخيل معي. الآن في تخيل، تخيل وأنت جالس في البيت متزوج يا عم يحيى. الحمد لله. يا سلام، والأسرة كلها بجنبك ومستانسين وأنت جالس طالع في الشاشة، طالع في الشاشة ها، وكذا تتفرجوا على قناة أصداف، طبعا على قناة إيش؟ قناة أصداف. وفجأة كذا وفي كذا طلع الأستاذ يحيى في الشاشة، إيش ردة فعلك؟ والله ردة فعلي ردة فعل أي مواطن يطلع في قناة أصداف ويتشرف بالطلوع فيها. الله ييسر لك، يعني حتنبسط الأسرة كلها. أكيد الحمد لله. انا اتوقع ان كلهم حيطالعوا لك، وهذا ابونا وحيتشرفوا، لانك ايش؟ لانك نجم من نجوم المملكه ومن خدام الوطن، هذا الله ييسر لك ويرفع شانك ان شاء الله. الله يسلمك، كلنا احنا والمواطنين كلنا في خدمه الوطن. الله يعطيك الدين والوطن ان شاء الله والملك. الله يعطيك العافيه. طيب رساله توجهها للاخوان في قناه اصداف. والله اوجه رساله لاخوان المرابطين على الحد الجنوبي ان الله يوفقهم ويثبتهم وينصرهم وينصر الاسلام والامن والوطن ان شاء الله، ويعز الله مليكنا بقوة الإسلام والإيمان. طيب في الختام بقول لك شيء، احنا مستانسين وانت موجود معنا في القناة، صدق يعني اذا طلعت في الشاشة فين ان نطلع معكم. يعني انت الان متخيل معنا. اي والله احنا جالسين نتخيلك انت عندنا الشاشة وجالسين نضحك كذا نقول الله عم يحيى معنا موجود ضيف، الله يوفقه وييسر له ان شاء الله، وبالعكس احنا سعدنا كونك ضيف علينا ان شاء الله. تشرفنا بلقائكم والله. الله يعطيك العافية. قول له الان حنروح مكان ثاني مع واحد ثاني. الله يوفقكم ان شاء الله، تراهم تقابلون من تحبونه ويحب انه يطلع في قناتكم. ما احنا رايحين بعيد، عندك على اليمين الرجال طيب من اول يطالع يضحك عليك حنروح له، هذا الرجال مسكناه من اول جالس يضحك على اخويه، فاحنا بنروح له الحبيب الرجال الطيب هذا. نتعرف عليك. رقيب علي احمد خبراني. والله والنعم يا عم علي. يا علي انا ابغى اسالك سؤال، انت متزوج طبعا ها؟ الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. عندك اولاد؟ الحمد لله 4. يا سلام يا سلام، تخيل انت كده جالس بعد المغرب قدام التلفزيون ومعك اولادك الاربعه وام العيال جالسين تتقهوون ها، وفي الصوص حاجات كده حلوه تتابعون قناه اصداف، فجاه يا عم علي طلعت في التلفزيون، ايش ردة فعلك؟ انت اذا شفت نفسك في التلفزيون واولادك كلهم شافوك. اكيد شيء هذا واحد ينبسط ويفتخر، يقول انا متواجد معكم، شوفوا معنا على الشاشه. وهذا هل تتوقع ان اولادك كلهم حيسيبوا التلفزيون ويطالعوا فيك؟ شيء اكيد، يعني راح يتابعون هنا وهنا في الجهتين. طيب الله ييسر لك، كلمه توجهها للاخوان في قناه اصداف ايش تقول لهم؟ الله يوفقهم ان شاء الله ويستر عليهم. الله يعطيك العافيه يا عم علي. احنا هنا من معرض امن المنشآت في معرض التوعيه قسم امن المنشآت. قدمنا لقاءين، هجمنا على 2، الان حننتقل الى ناس غيرهم ولقاء غيرهم وتخيل غيرهم، خلوكم معنا. باقي ما رحنا بعيد، باقي ما رحنا بعيد، سبحان الله، الله يسوق الارزاق. شوفوا اللي على يميني هذا بنهجم عليه متلبس، بيروح لكن تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا طيب؟ عساك طيب؟ الله عليك، حياك الله حبيبي. نتعرف عليك. مبارك القحطاني الله يحفظك. والله والنعم يا مبارك. عليك زود الله يرحم والديك. من وين؟ من ابها الله يحفظك. والله والنعم، حي الله الابها بجيزان. طيب انا سؤالي بسيط، ما هو سؤال، مجرد تخيل. انا سمى الله عدوك، احنا حنتخيل مع بعض الان، احنا حنجلس الان قدامنا شاشه اصداف، قناه اصداف، حنتخيل انا وانت الان، حنسبح في التخيل. تخيل وانت جالس في البيت ومعاك الاطفال الحلوين هذول ما شاء الله تبارك الله، وانت جالس تتفرج للتلفزيون، فجاه يا عم مبارك ولا علي؟ مبارك يا حبيبي. انا توقعت علي. طيب عم مبارك، اي جالس تتخيل من الان، انا شغال خلاص، طلعت على الشاشه، فجاه اولادك يشوفوك في الشاشه، ايش ردة فعلك؟ والله لا يكون بس استغراب ودهشه بس، يعني تقول طالع كذا مصدوم. اي لا تقريبا. طيب كلمه توجهها للناس اللي تشوفك في قناه اصداف. فرصه طيبه ان نلتقي معكم في قناه اصداف، والله يعطيكم العافيه جهودكم في خلال لاحظناكم في اكثر من احتفال هنا في المنطقه في الراشده،
الله يعطيكم العافيه على جهودكم، شكرا لكم يا تعز. الله يعطيك الف عافيه، واحنا لنا فخر انت تضيف علينا، وهلا هلا تابعنا عشان تخيلنا يصير حقيقه تشوف نفسك على قناه اصداف باذن الله. بالعاد فرصه طيبه، الله يعطيك العافيه. بس اهم شيء لا تنصدم الحين، احنا علمناك خلاص على طول طالع وانتوا هذه. لا خلاص انا بتابعكم. الله ييسر لك، شكرا يا غالي. رايحين مكان ثاني، الرجال الطيب احنا وصلنا عند واحد. الان وصلنا عند الرجال الحبيب، نتعرف عليك الذيب. طيب يا كابتن اسمك يا الحبيب، اسمك؟ هذا الرجال شكله زعلان من ما ادري ايش فيه والله. اسمك. طيب تخيل معنا انك جالس قدام يقول لي دور لك حرفه. طيب نروح مكان ثاني، نشوف مكان ثاني. الله يعطيك العافيه، حنروح مكان ثاني. يلا. طبعا احنا جالسين ماشيين ونشوف زي ما انتم شايفين مجسمات في المعرض حلوه، يعني هذا غواصين في المعرض، بس كل ما نسوي معاهم لقاء ما يردوا علينا، نبغاهم يتخيلوا ما يطيق. هذا لا جاهز، هذا اقول له تخيل بيسحب عليه ويروح، ما واقف ما شاء الله عليه. تعالوا معي نشوف واحد ثاني. طبعا احنا دائما نقابل ناس، وناس تمسك الباب، ولكن هذا ماسك الجوال يقول له انا ماسكه، هو يقول شويه يدق عليك وانا ماسكه ما حيروح. حنسوي معاه لقاء. خلصت طيب؟ فن اتصال انا لا مشكله. طيب الله يعطيك العافيه، معلش العيون تكرم مدينه. يستاهلون، ما عندك مشكله. ما يستاهل كالطيب يا الحبيب. طيب احنا نبغى نتعرف عليك ونقول لك ايش عندنا. اخوك عيسى عبد المشملي. والله هو انا عبده تخيل معانا عيسى. طيب خلاص عيسى، تخيل انت جالس قدام التلفزيون على شاشه اصداف، اوكي؟ تتابع شاشه اصداف، تخيل معي انت طالع فيه، تخيل هنا طالع الشاشه وتخيل وانت جالس تتفرج معاك الاطفال حقك الحلوين والعائله الكريمه وجالسين تتقهووا وفص وسوالف، وفجاه طلعت انت في الشاشه. والله احساس شعور طيب والله. حتنبسط؟ اكيد. طيب يا سلام، ما دام انك طلعت في الشاشه ايش حتقول للناس اللي تشوفك؟ اقول لهم شوفوا قناه اصداف، تلقوا فيها كل ما يسركم ان شاء الله. طيب كلمه او رساله توجهها للاخوان اللي تشوفك عبر شاشه اصداف. اشكر القناه على المقابله الطيبه هذه، اقول لهم ان شاء الله منصورين باذن الله في حربنا، ان شاء الله ربنا يكتب لنا النصر والعزه والتمكين ان شاء الله لدولتنا ولديننا ان شاء الله، ونشكرهم على المقابله الطيبه. طيب الله يسلك، هذا سؤال خارجي ما هو في هذا، بس سؤال، لو شفت نفسك في الشاشه حتنصدم ولا يعني كذا بتطالع كذا؟ والله صراحه شعور طيب يعني. حتنصدم؟ اكيد. طيب خلاص هذا نعرضه ولا براحتك ليش تشوف؟ طيب قول للناس اللي تجيبك كذا، قول لهم كذا يعطيهم العافيه.